طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم. مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة من طبق قطايف. طبعا احنا مكملين برنامجنا الجميل، برنامجنا اللي بياخدنا لأيام زمان، رمضان اللمة، رمضان الذكريات، رمضان الأيام الحلوة، رمضان الحاجات اللي كنا بنعملها زمان ولسه لحد دلوقتي مش قادرين نتخلى عنها، لسه بنحبها ولسه بنعملها رغم ان هي ممكن تكون ناس كتير دلوقتي ما بتعملهاش. النهاردة هتكون حلقتنا خفيفة كده زي القطايف بالظبط. حلقة حلويات زي القطايف برضو بالظبط، حلويات بعد الفطار كده، ومحضرة لكم مفاجأة الحقيقة النهاردة، مفاجأة حلوة زي القطايف. خلونا نرحب بضيفة حلقة النهاردة. ضيفة حلقة النهاردة جاية لنا من العراق، أرض الفن والأصالة والحضارة اللي فيها دايما أصوات جميلة، أصوات مبدعة. وخلونا نرحب معانا ومعاكم النهاردة الفنانة المطربة الصاعدة صبا. أهلا وسهلا بيك حبيبتي، ورمضان كريم علينا وعلى الكل وعلى المشاهدين الأعزاء، وإن شاء الله كل سنة هم طيبين وينعاد عليهم بصحة وسلامة يا رب. يا رب. النهاردة بقى إيه، هناخدك كده في رحلة كأننا رحلة لآلة الزمن، وهنرجع بيك رمضان زمان، رمضان الطفولة، رمضان الذكريات، الأيام الحلوة، اللمة، وهتحكي لنا حاجات كتير جدا عن زمان في رمضان وطفولتك زمان. وانتم أعزائي المشاهدين في مفاجآت حلوة جدا منتظرانا في الحلقة الحلوة جدا دي اللي زي القطايف بالظبط، فخليكم معانا ورمضانكم قطايف وسعادة. طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم. شهر كلم شهر، علم شهر، سلم شهر، لما وصلنا لأجمل شهر. احنا جيل نيلي وشريهان وفطوطة وعم فؤاد وبوجي وطمطم وعم شكشك كمان. وبعد الفطار بنجري ورا أبو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار بكار. احنا اللي كنا بنستنى برامج المسابقات كلام من دهب مع طارق علام، وبعدين نستنى علشان نتفرج على فوازير نيلي وشريهان، ونتفرج على ألف ليلة وليلة كمان، والضحك يبقى للركب مع الكاميرا الخفية، وبعديها نتفرج على أرابيسك وليالي الحلمية والملو البنون ورأفت الهجان. والسهرة تحلى مع يا تلفزيون ياه، ونكمل سهرتنا مع سيد مكاوي والمسحراتي اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. في برنامجنا هاخدكم لرمضان التسعينات، رمضان البركة وراحة البال، عشان كنا ساعتها عيال. طبق قطايف مع غادة غلاب. ورجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء بعد الفاصل، ومعانا النهاردة الفنانة الجميلة الصاعدة صبا. طيب يا صبا، احنا دلوقتي لو رجعنا للزمن، ايه اكتر حاجة كنت بتحبيها في رمضان زمان، واول ما يجي رمضان كده تبقي مستنياها بفارغ الصبر؟ أقول قولي طبعا. الزلابية والبامية الزلابية والبامية اللي هي حلويات عراقية طبعا معروفة عندنا. احتمال موجودة أكيد بمصر، هم يسموها غير اسم، احنا نسميها زلابية والبامية. لا، احنا بنسميها زلابية وبامية. قديم، هسه حاليا بالسوق بكثرة موجودة. زمان قبل كانت هاي الحلويات تصنع يعني بس بأيام رمضان، بالذات برمضان، يعني هي مختصة للرمضان أو المناسبات الدينية مثل ما نقول. فكانت طبعا أنا على فكرة إنه الوالد الله يرحمه هو حلوتشي، يعني احنا نقول ما شاء الله صناع الحلويات، ولحد الآن أخوتي هم ماشيين بهاي المهنة. فكانوا يصنعون هاي الشغلة بس بأيام رمضان بالذات، يعني أكثر الحلويات سووها هم هاي الحلويات بالذات هي كانت مختصة لرمضان. يعني الزلابية نقدر نقول إنه هو حلا عراقي في رمضان. أي زلابية وبامية، وحتى اسمها نسمي البامية داطلي. البامية اللي هي الخضار؟ لا مش بامية، الداطلي اللي هي تعمل زي حلق ولونها بني كده. ايوه، زي لقمة القاضي كده عندنا. بالضبط. وعندنا القيمات، بس القيمات مو مثل الزلابية والبامية. ايوه.
طيب كويس قوي. طيب انت بقى يعني في رمضان كده كنت بتساعدي ماما زمان كده ولا لا ليش اتشدد؟ مالكيش؟ طيب طب دلوقتي هل انت بتطبخي في رمضان ولا لا برضو اكيد لا بتطبخي؟ طب ايه المسؤوليه كلها ايه علينا. اكتر الاكلات اللي بتطبخيها اول ما يجي رمضان فتقولي اول يوم مثلا احنا لازم بناكل كذا في رمضان؟ هو احنا الاكلات المشهوره عندنا بالعراق هي الدولمه والقوزي والمحشي والشغلات هاي، بس مو تختلف عن المحشي مالتكم، الخلطه المختلفه أكيد تختلف. فاحنا نبلش نحضر قبل رمضان، تدرين المونه والاكل وهاي السوالف، ونبلش نسوي مثل الليسته، اليوم فلان اكله فلان. وطبعا احنا عندنا هم اكله ثانيه وهي تمن باقله احنا نسميها، او الرز مع الفول بس بطريقتنا، وياها سمك او وياها دجاج مقلي. فهاي اكله مشهوره في في العراق. فهاي الاكلات ماكو اكله. ومرقه الباميه لا ننساها، ايوه الباميه الخضراء. الباميه الخضراء. ودلوقتي احنا في شتاء ما فيش باميه بصراحه. اي فيش باميه اكيد، بس اكل مجمده ما تفيد. لا ما تنفعش، هي في الصيف الباميه. اكيد. طيب عايزين نعرف هل يعني وانت زمان صغيره كنت يعني بدات موهبتك كنت بتغني؟ كان وانت عمري 10 طفله سنين بداتي حسيت تغني؟ انه حسيت بداتي انه انا عندي حس. غنيتي بقى ازاي؟ يعني اكتشفوا في البيت ولا انت اللي حسيتي بنفسك؟ الوالد والوالده، ولو هي امي همت تغني، وانا انا اخذت الغنى من الوالده. بس ابويا واخويا الكبير هو اللي اكتشفك حس فقال يعني ابن الوز عوام. طيب كنت بتغني بقى في رمضان لما اللمه بالليل كده والسهره، كنت تغني مثلا مع الجيران او اصحابك؟ والله مع الاصحاب اكيد، اكثر شيء بالمدرسه. طيب ممكن بقى كده يعني المشاهدين ليش بالمدرسه؟ طب قولي لنا ليه قبل لانه صوت المحاضره لما كان الكلاس اللي احنا فيه، فالصوت صدى. ايوه الصدى فبيعمل ايكو فيطلع الصوت مظبوط. كنا نلتم ونغني. طيب احنا بقى عايزين كده يعني ايه تسمعينا حاجه على ذوقك للمشاهدين. صح تدللون. اوكي. طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم. وطبعا بنرحب معانا النهارده بالفنان الملحن الكبير استاذ محمد الحسيني، مشرفنا ومنورنا النهارده في الحلقه، وكل سنه وانت طيب. احلى قطايف واحلى مشاهدين، ودايما بيروت اليوم مبدعه في برامجها الجميله واستضافتها للنجوم. ربنا يا رب يوفق الجميع ان شاء الله، ونستمع ومع المطربه الجميله النجمة صابة إن شاء الله بإذن الله، واللي هي طبعا بيرعاها فنيا الملحن الكبير الأستاذ جمعة العربي. طبعا ده أستاذنا كلنا. تحية كبيرة جدا 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 للفنان الكبير الأستاذ جمعة العربي. طبعا راح أغني أغنية سألت عنك، هي من ألحان الفنان فاروق هلال. سألت عنك والليالي اللي مرن، ليلة 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 ليلة. سألت عنك والليالي اللي مرن، ليلة 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 ليلة. سألت عنك كل حمام الدوح والورد الخميلة. سألت عنك كل حمام الدوح والورد الخميلة. سألت عنك وانت للملهوف سفانة ودليلة. سألت عنك وانت للملهوف سفانة ودليلة. الله جميلة جميلة أكتر من رائعة، برافو عليكي يا صفا، جميلة بجد يعني صوت جميل قوي. شكرا يا. طيب عايزين برضو نرجع كده بالذكريات ورا. انت رجعينا عشان أيوة عشان عايزين نشوف. لا بلاش. احنا عايزين بقى يعني نشوف كده بقى انت كنت شقية ولا لا؟ زمان بقى كنت بتتشقي في رمضان تعملي شقاوة ومواقف كده طريفة، لو فاكرة حاجة احكيها لنا. والله هو شوفي يعني كل طفل بطفولته هو أكيد شقي،
بس اني ما عدا الشقاوه، يعني احنا نسميها الطفوله نسميها الوكح بالعراقي، ما عدا الوكاحه كنت كلش كسوله تنبل يعني. فاحب النوم هواي واحب الاكل هواي. اوه ف بالنسبه للسحور خابين احنا نسمي بالعراقي بالدفرات يقعدوني، يعني ما يقعدوني قومي مره مرتين، ما افيد الحكي ما يفيد. فاللي هي الاذيه اللي احنا كنا نقول نأذيها للوالده، انه مثلا من الوالده دا تطبخ اكل دا تحضر على مود السفره، احنا ما ننتظر تدرين نظل نريد نجيس يما صايمه عاد اني انسى انه انا صايمه. ايوه وتوصل اللقمه للحلق وانذبح نسكت. ايوه تدرين ولحظات الاذان الغروب يعني لما الفطور يريد ياذن اظل واحد شلون ما يتحمل وطفل تدرين. صحيح يعني احنا كلنا كنا بنعمل كده تقريبا. فهي هاي يعني الحاجات الشقاء مو اكثر يعني. بالتالي احنا نساعد الوالده بالتحضير بالاكل وكده تحضر، لانه كنت طفله، بس بالتحضير اكيد بالسفره والحط وشيل، وبعدين لما نخلص الاكل كلها شبعانه ما يقدر واحد ولا يلمس خلاص عاد توقع على راسنا. ايوه فاحنا نضل بعد. فهذا اللي اتذكره يعني. اوكي طيب هل دلوقتي بقى يعني احنا اتكلمنا عن رمضان زمان، هل دلوقتي عندك عاده كانت انت بتعمليها ايام رمضان زمان بس انت يعني كبرتي عليها بس بتحسي لا يعني انا حباها لدرجه ان انا احب متمسكه بهذه العاده؟ ممكن تكون عاده روحانيه، اكل، حتى لو دراما مثلا معينه، يعني اي حاجه عاده كده من اي نوع انت متمسكه بيها؟ والله شوفي احنا زمان كنا الوالده الله يرحمها كانت تلم العائله، ما نقول كل يوم بالاسبوع مره نسوي لمه، ولمه الحبايب تدرين، وعلى ضوء هذا الشيء نلتم مع بعض. هاي دا نفتقدها بهالايام. ما اعرف حاليا، بس احنا يعني نفتقد اللمه. نفتقد اللمه حسب كانت عيله بقى ولا جيران؟ والله هي جيران اصدقاء العيله، كل اسبوع انت تلتم ببيت واحد. احنا عندنا بزمان كان عندنا مثل احنا نسميه الزقاق، هو الفرع. الفرع مالنا فكل اسبوع يوقع الفطور على حد واحد بيت. من البيوت، فاحنا ما تجتمعوا بقى الجيران بالفعل نلتم على ذاك البيت. هاي العاده ما نشوفها حاليا موجوده. فاني شو اسوي كشخص؟ انا من يصير رمضان الم اصدقائي، اخابر صديقاتي اللي تقدر. القدامى بقى ولا عادي مش فارقه؟ ما يفرق القديم اذا عايزه تلمي يعني عايزه تعيشي تعيدي اجواء اللمه. فنلتم الاسبوع هذا عند بيت فلانه، الاسبوع اللي بعده عند بيت فلانه، وهكذا يعني. هاي العاده اللي احنا متمسكه بيها، متمسكين اللي هي اللمه الحلوه. هي اللمه الحلوه، وما عندنا شيء غير اللمه الحلوه، لانه الاكل بدون لمه. وبتاكلوا لحد دلوقتي الزلابيه والباميه؟ اكيد هذا الشيء يعني ده اساسي. لا بالفعل يعني بدون شقه يعني. الباميه والزلابيه موجوده لحد الان رمضان. نعم موجوده، ومن الحلويات المختصه للرمضان. والقطايف دي مش انا ما اعرف للقطايف صراحه. احنا الكنافه وهاي السوالف هي سوريه ماشي. مو عراقيه تقريبا، بس انا احكي على الاكلات او اللي هي العراقيه. نعم. طيب هي منتشره بكل الاماكن. طيب عايزين بقى نعرف يومك في رمضان، هل بقى نايمه ولا بتخرجي ولا بتعملي الاكل؟ صراحه في الصيام يعني بتعملي ايه؟ بالفعل اني قولي لنا في الصيام وبعد الفطور. مو ويا اللي يصوم ينام ويقضي نوم. اولا عندنا دوامات، يعني اللي عنده دوام ما يقدر ينام، هاي وحده. شغله ثانيه اللي ما عنده دوام بالنهار هو يبقى يبلش، يعني ما اقول لك يطلع برا صراحه اذا ما عنده دوام، هو يبقى انه يسوي شغلاته اللي بالبيت، ينظف، يرتب، يحضر للفطور شو يريد يسوي، ايام العاديه الغسل والتنظيف والى اخره. وحتى ختم القران. يعني انت لازم تختم القران، اذا انت تقضيه على النوم وتسيب العبادات، يهجر العبادات. ولو يقولون ان النوم هو نفسه ثواب او عباده، بس لا مش مع النوم. لا صح. طيب ده بالنسبه بعد الفطور بتحبي تخرجي ولا تحضري تلفزيون؟ اوكي، انا لو عندي مسلسل معين او برنامج معين اكيد راح احضره، وبعد البرنامج على طول برا. تحبي تخرجي بقى برا؟ بجد؟ لانه الاكلت لازم اهضمه يعني. بتخرجي بقى ايه يعني؟ بقول نطلع مولات، اصدقائك؟ نطلع صديقات مواعيد، كافيه، مولات، او اذا مثلا عندنا شيء مع بعض برنامج معين، خالات البنات خالين، نطلع
تسهروا. نسهر. حلو سهر رمضان. وحتى ممكن نفطر يعني برا ويا الاصدقاء، ويا تجتمعوا الأهل. تفطروا سوا. بالفعل نسوي لنا مثلا قاعده بالكافيه لما مع الاصدقاء، فنعمل هناك هي جو يعني جو بالفعل. رمضاني، اجواء بالفعل. رمضانيه جميله. هي اجواء رمضان بس بالليل ترى. طيب عايز الصبح طب خلينا بقى كأن دلوقتي انت مع صديقاتك وخارجين بره في السهره، وكأنك مثلا هتغني لهم اغنيه، هتغني لنا ايه؟ راح اغني للملحن العزيز على قلبي استاذ جمعة العربي، من الحان الروعه واكثر من روعه، ظلمته بالوصف. اوكي. ظلمته بالوصف لما وصفته، حبيبي شكد حلو بس ما نصفته. ظلمته بالوصف لما وصفته، حبيبي شكد حلو بس ما نصفته. أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو لو ما تصدقون. أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو لو ما تصدقون. هاكم هاي عيني وبيها شوفوا، دخذوها هاي عيني وبيها شوفوا. أحبيها الصدوق لو راد يحكي، من ينحرج يرجف يظل يبكي. أحبيها الصدوق لو راد يحكي، من ينحرج يرجف يظل يبكي. دموع السيل ترفع وأحس بالروح رجفة. دموع السيل ترفع وأحس بالروح رجفة. أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو لو ما تصدقون. أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو لو ما تصدقون. هاكم هاي عيني وبيها شوفوا، دخذوها هاي عيني وبيها شوفوا. الله، أحلى من الحلو فعلا. الله حبيبتي جميلة حبيبتي. جميلة تسلمي جميلة. يا وبعدين نروح الفنان الكبير جمعة العربي فيها. يعني أنا حسيت روحه معانا، أشعر بروح الفنان جمعة العربي في الأجواء. طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم. طيب عايزين بقى، احنا اتكلمنا عن الفطور وعن مش عارف ايه الله والخروجات. ايوه نسمع. نتكلم بقى عن السحور. بتفضلي الفطور ولا السحور؟ اخبارك في السحور ايه؟ شكلك ما بتسحريش، لا او هتقولي لي لا. زبادي بالليل. لا بالعكس، أنا يعني مو ويا اللي ما يسحر. أشوف ناس هواي ينامون وما يسحرون، والله لأنه شنو، وحتى ممكن يصلون بالقوة وبعدين يرجعوا ينامون. صحيح. أنا مو ويا هذا. تحب السحور؟ لازم أحب السحور، والسحور لازم يكون دسم ولازم يكون ثقيل، ولازم تكون يعني الصلاة بعده وتكمل كل أمورك حتى ترتاح نفسيا، لأن إذا ما سويت هاي الطقوس راح تحس إنك اكو نقص بصيامك. صحيح، مش صايم خلاص، يعني مو صايم. يعني انت زي كده. وانا شايفه اغلب الناس نايمين، والله صمت، شكلت صليت، لا طول النهار فعلا نايمين، طول ومفيش النهار ده صايم ولا نايم. ساعة الفطور يقعد يجلس، حتى شغل ما يشتغل ويريد بس على الحاضر. هذا صيامه مش مقبول. ده صيام مش ربنا يستر. طيب يعني انت بتسحري نفس الاكل بتاع الفطور؟ لا يعني انا راح اقول لك شغله، او قولي لنا مثال احنا كده. اذا مسوين فطور نقول اكله زينه دسمه وبقت منها عادي، ما اللي هو نفسه نفسه نقدر نسحر به. اما اوقات، اغلب الاوقات طبعا اني سحوري يختلف عن فطوري، وهو سبب يعني يشبه الفطور يشبه انتم تسموه الفطور، احنا نسميه الريوق، يشبه الريوق العربي، الصباحيات. اللي هو ايه مثلا؟ ادينا امثال. هو البيض احنا نسميه عندنا لحمه بعجينه، احنا عندنا
معجنات دي؟ لا هي معجنات آه. بس اللحم المتروم مع البيض والطماطم تحمسيه تعملي مخلمه احنا نسميها بالعراقي. هاي الاكلات الحاره تيجي حتى ممكن كباب وياه، هذا كباب عروق بالبيت. هاي الشغلات اللي هي نسميها احنا بالعراقي النواشف. هاي النواشف هم ترم العظم، حلوه هم برضه بنفس الوقت هي تشبه البريكفاست يعني الصباحي، وبنفس الوقت يعني هي مش خفيفه قوي ولا تقيله قوي، مش زي الفطور. مش زي الفطور. وياها خضره ويجي وياها اللبن ويجي وياها الشغلات يعني، ولا الزبادي احنا نقول يعني على طول كملها. الفطار. وبعدين يجي وياها جلاس شاي. ايوه الشاي. اذا الشاي ما شربتيه يومك كله وجع راس. طبعا لازم الشاي لازم الشاي قرب يعني الفجر عشان كانك شربتيه، بالفعل حتى تحس انه انت افطرت يعني. صحيح. نقول هذا عشان سحرت يعني دماغك. بالبريكفاست الريوق. ايوه وانتم صحيح. يسموه الفطور الريوق، الفطور ايوه صحيح. فاحنا يختلف الموضوع عندنا. خلاص تمام. طيب يعني بتحرصي في رمضان نعم. على الدراما؟ يعني زمان كنا كلنا بنحب نتفرج على الدراما في رمضان. نعم. ومسلسلات معينة أو فوازير أو ألف ليلة وليلة وكده. هل دلوقتي يعني شغفك للمسلسلات والدراما زي زمان، ولا بتشوفي ايه المسلسل اللي الناس يقولوا حلو ممكن تتابعيه واحد كده وخلاص؟ والله يعني نتكلم عن الدراما شوي. نعم. هو هي دراما أكيد حلوة وما راح لونها يعني، بقت وصارت أحلى وأحلى. بس تبقى إنه حسب هي رمضان الناس ما راح نقول إحنا مشغولين، لأن كلها فاضية، كلهم عندهم الوقت الكافي صحيح. اللي يقدرون يتفرجوا للتلفزيون. فأنا بالنسبة لي المسلسل اللي يشدني أو الدراما تشدني أنا أتابعها، أو إذا برنامج معين حلو يشدني أنا أتابعه. غير هيك لا، أفضل إنه أطلع برا يعني بعد الفطور. يعني قصدك تقول إنك بتتابعي العمل الجيد؟ بالفعل عمل جيد. مثلا أتذكر السنة اللي فاتت كان أباجاتو. طبعا. أنا الأفوكاتو يعني بتاع الفنانة مي عمر طبعا. فتابعته من أوله للنهاية، يعني مشوق بشكل فظيع. مشوقة طبعا. يعني جميل. هذا الدراما الحلوة كان السنة إن شاء الله يا ربي. لا إن شاء الله أنا شايفة في مجموعة طبعا مسلسلات جميلة جدا السنة دي. إن شاء الله نتابعكم أكيد إن شاء الله. عايزين بقى كده نسمع بقى برضو حاجة كده على ذوقك. ماشي تفضل. راح أسمعكم أغنية للراحل رضا علي، ما أقدر أقول لك. يلا. ما أقدر أقول لك مع السلامة روح، ما أقدر أقول لك ولي ويلي يا قلب ويلي، حبك اتملك جوا الحشاب الروح، ما اقدر اقول لك ويلي ويلي يا قلب ويلي، يا قلب ويلي. لا احبس دموعي بالجفن والعين، لا احبس دموعي ويلي ويلي يا قلب ويلي. الله الله على الجمال والإبداع وكل حاجة حلوة. شكرا حبيبي. مش عارفة أقول إيه تاني. من ذوقك. طيب عايزين بقى نعرف إيه الحاجة اللي أنت بتفضلي ما تعملهاش في رمضان؟ يعني يجي رمضان بتتوقفي عندها تقولي لا يعني هو عارفة نظام إيه بعد العيد؟ خلينا بعد العيد. إيه بقى؟ بشخصي يعني ولا شخصيا او يعني عامه، يعني كنتوا بتعملوها زمان حاجه كده يعني عرف متعرف عليه او انتي؟ والله ما عندي يعني ما اعرف شلون اقول لك. يعني مثلا بتسافري قصدي كده، يعني بتسافروا في رمضان ولا تقولي لا خلينا بعد العيد كده؟ امثله ان حاجه ما تعملهاش في رمضان. هو اكيد الواحد السفر ما راح يضبط ويا ايام رمضان. رمضان يحتاج استراحه ويحتاج استرخاء يعني. بس ده اللي اقصده يعني حاجه زي كده. هو اكو برامج كل انسان عنده بروجرام يعني بحياته، فدائما احنا ناجله بعد الرمضان. ده اللي اقصده، لانه رمضان هو استرخاء وعباده وروحانيات. روحانيات. فانا كل اعمالي اخليها بعد رمضان يعني ما اقدر اتوقف، مو بيدي. صحيح. فتبقى ريست جسديا، ريست فكريا، ريست لكل حاجه. بنعمل ستوب. يعني ما في السفر في رمضان. ايوه والله.
طيب احنا بقى سمعنا اغاني عراقي كتير، طبعا اغاني جميله جدا ومبدعه جدا. تسلمي لي يا مفيش رب. بقى حاجه مصري كده نختم بيها كده؟ طبعا الحلقه انا عايزه طبعا، للاسف وقت حلقتنا خلص. وطبعا اعزائي المشاهدين احنا دلوقتي وصلنا لنهايه حلقتنا، بس كلامنا لسه ما خلصش، وبنرجع بيكم لرمضان الذكريات. حلقتنا كانت حلوه قوي النهارده زي القطايف بالظبط. النهارده طبعا بشكر ضيفتي اللي كانت منوراني النهارده، النجمه الصاعده الفنانه العراقيه صبا. نورتيني يا صبا، يا صبا، وبجد انت شرفتينا وامتعتينا جدا جدا النهارده بصوتك الجميل في الحلقه. بشكرك شكرا جزيلا. حياتي كل سنه وانت طيبه. وعايزين بقى عايزين بقى نختم بحاجه مصري كده من ابداعك نختم بيها الحلقه. راح اغني اغنيه الراحل الفنان الكبير المبدع محمد عبد الوهاب. الله، تفضل. قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. وانت الغالي عليه، الغالي عليه. قولي العين في العين وانت ولا داري في حالي، والقاتب عهين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين؟ قولي كان مالك ومالي. قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. وانت الغالي عليه، الغالي عليه. قولي طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم.